المنتخب السعودي بقيادة الثعلب الفرنسي إيرفي رونار يواجه وديا يوم الأربعاء القادم على الساعة 11 في مقابلة لا تهم فقط الجماهير السعودية بل كذلك نظيرتها المغربية كيف لا، وهو يواجه العملاق الكرواتي بنجمه العالمي لوكا مودريتش. السعودية في مجموعة قوية جدا مونديال قطر 2022 تضم كل من الطانغو الارجنتيني بقياده النجم العالمي ليونيل ميسي، المكسيك بحارسه الشهير اوتشوا، وبولندا بنجمه العالمي ليفاندوفسكي. تحضيرات الشقيق السعودي كانت على اعلى مستوى، كنتكلموا على انتصار على منتخب مقدونيا بنتيجه 1-0، تعادل مع البانيا ب1-1، تعادل مع الهندوراس بنتيجه 0-0، انتصار على ايسلندا بنتيجه 1-0، والتعادل مع بنما ب1-1. وبالتالي كنعتقد على ان المنتخب السعودي هذه المره امام محك قوي جدا بمواجهه وصيف بطل العالم روسيا 2018 للوقوف على مدى جاهزيته، خاصه وان مباراته الاولى ستكون امام الطانغو الارجنتيني بطل كوبا امريكانا وفي المونديال الاخير الاسطوره ليونيل ميسي. في الجهه المقابله هذه المباراه كتكمل الاهميه ديالها في كون المنتخب المغربي مباراته الاولى في مونديال قطر 2022 ستكون امام المنتخب الكرواتي، لهذا فهي فرصه لمتابعه طريقه لعب كرواتيا، نشوفوا نقاط الضعف نقاط القوه هذا المنتخب، وكذلك نشوفوا كيف سيتعامل الثعلب الفرنسي خاصه مع وسط ميدان كرواتي قوي جدا يضم الثلاثي لوكا مودريتش بروزوفيتش وكوفازيتش.